السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة كده هعمل معاكم فيديو كده روتين لأوضة نومي. يلا كده نبدأ ونسمي، نقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبدأ ونشوف احنا بنعمل ايه. طبعا بقى قبل ما نبدأ كده ما تنسوش الاشتراك في القناة، وكمان تعملوا لايك وتكتبوا لي كومنت ان الفيديوهات يعني عجباكم او انتوا عايزين فيديوهات ايه، ونعملها كده مع بعضينا ان شاء الله. تمام، يلا بقى كده بينا نبدأ. انا بقى كده اول حاجة بدأت بيها لميت هلم الفرشة كده بتاعت السرير. تمام، وهعمل كده الاكياس تحت الخداديات والمخدة عشان اغير الفرشة بتاع السرير زي ما انتم شايفين كده معايا. تمام كده، اول حاجة كده ببدأ فيها هي المخدات. تمام، واركنها بقى كده على جنب عشان خاطر برضو اول حاجة ببدأ ان انا اكيسها هي المخدات. تمام، انا بقى كده بدأت ان انا الم المفرش. الملاية اللي من تحت دي نضيفة، فانا هخليها زي ما هي، فرشتها زي ما هي، وهفرش عليها ايه مفرش بقى كده ايه من على الوش. هبدأ بقى كده اول حاجة برضو ببدأ بيها المخدات عشان خاطر مبدأش بالملاية وارجع اعمل المخدات. الملاية بقى تتكرمش او تتبهدل او يحصل فيها اي حاجة، انا بقى في غنى عن ده كله. فببدأ بقى بالمخدات واركنها على جنب، وبعد كده اعمل بقى الملاية بتاعت السرير. تمام كده، بدأت كده بقى بالخداديات زي ما انتم ما شايفين. تمام، هركنها بقى على جنب واعمل واحدة غيرها لحد ما اخلصهم. تمام كده، هي الخداديات الوشاش بتاعتها واسعة عن اطقم تانية. بيبقى عندي اطقم تانية الوشاش بتاعتها بتبقى ضيقة يعني وكده بتبقى مظبوطة، لكن دي واسعة بتخش معاكي بسهولة وبتدخلي معاكي برضو بسهولة. عندي بقى كده هنا الوش بتاع المخدة الكبير. طبعا انا عندي المخدة ده عشان طويلة فبركب الكيسين في قلب بعض، بركب كيس من الناحية دي وكيس من الناحية التانية. تمام كده، هنا بقى كده بدأت ان انا اركب الكيس، هفرده بقى لحد الاخر، وهبدأ بقى ان انا اركب بقى الكيس التاني عشان ما يبقاش في حتة في المخدة باينة من الحرف بتاعها كده، بتبقى مدية شكل مش حلو. تمام، انا كده عملتها بقى مع نفسي. هبدأ بقى ان انا افرش المفرش. طبعا المفرش ده جاي معاه مفرش تاني كده بنفس الكورنيشة اللي هي من على الحرف بتاع الملاية بتفرش كده من عليه، بس انا مش هفرشه يعني من عليه عشان بيضايق يعني وانتوا نايمين وكده. تمام، اللي هو بيبقى الستان اللي فيه الورد ده والحروف بيضايق بقى اصلا وبيضايق الواحد وهو نايم، فانا مش هفرش، انا هفرش المفرش بس، مش هفرش بقى المفرش ده. هبدأ بقى كده ان انا اظبط الحروف. انا بعمل ايه؟ بشد المرتبة كلها من على السرير. تمام، واخلي الحروف بقى ما بين السرير والمرتبة فاضي، واروح عاملة الملاية، ظابطة الملاية، واروح مرجعة تاني المرتبة مكانها. تمام، بيسهل معايا احسن ما اقعد احشر وايه، ويبقى حتة مثلا مظبوطة وحتة لا. تمام، هنا بقى الملاية كلها بتبقى مفرودة. تمام، وكله بيبقى مفروش، ما بيبقاش في حاجة مكلكعة جنب الحيط او جنب السرير. تمام كده، زي ما انتم شايفين بقى كده. هظبط بقى كده المرتبة من على السرير. تمام، بس كده هجيب بقى المخدة احطها على السرير، المخدة الطويلة. تمام كده بقى مفيش اي حاجة من المخدة باينة ولا في اي حروف باينة منها. تمام، احط بقى الخداديتين. تمام، بس كده. بس كده، هنا بقى كده كنت بوريكم الملاية مظبوطة. تمام، اكيد طبعا كلنا بنفرش الملاية زي بعض، اكيد كل واحد مثلا ليه حاجة معينة في دماغه بيعملها. تمام، هنا بقى كده هدي تلميعة كده للكومودينو.
طبعا انا ما لمحتش في اليوم ده المرايات بس لمحتها بقى مع نفسي. تمام، عشان خاطر انا كنت ملمعاها يعني من قريب، ما عادتش يعني فترة ولا حاجة. تمام بقى كده هفرش بقى المفرش ده كده. بس هنا بقى كده كنت بلمع كده الضرفة بتاع الدولاب. تمام، وبلمع الضرفة من تحت كده، بفتح الضرفة نفسها وبلمعها من تحت عشان مثلا لو في تراب لو في اي حاجة تتلمع معاكي. هي اكتر يعني مكان بيبقى ملموم عليه تراب او اي حاجة. تمام، وكمان برضو لو في حاجة مثلا في المجرى بتطلعيها بالفوطة. بس تمام كده. هنا بقى كده لمحت المراية مع نفسي، ولما بقى بقيت الدولاب من تحت. تمام كده. والضرفة التالتة برضو لمحتها مع نفسي. هنا بقى كان في حاجات، العلبة دي علبة نسكافيه وانا اللي مقفلاها كده بالمفرش. لو تفتكروا المفرش اللي انا كنت عاملة منه الدولاب ففاض منه القطعة دي، فانا عملتها بعلبة النسكافيه. تمام بقى كده. هنا بقى كده لمحت بعد ما ظبطت كده الدنيا وظبطت الكريمات، رجعت كل حاجة في مكانها. كان في بقى البوك ده دخلته الدرج. تمام، اي حاجة كده مش في مكانها ظبطتها في مكانها. طبعا المراية انا ملمعاها ومظبطة بقى الدنيا كده. تمام كده زي ما انتم ما شايفين. هنا بقى كده كان في حاجات على التسريحة كانت عايز تشتغل. تمام، كان في حاجة كده على التسريحة كانت عايز تشتغل. المفرش دي اللي انا بفرشه على الكرسي بتاع التسريحة. وهنا بقى كده لمحت المفرش بتاع التسريحة. تمام، اللي اي حاجة عايز تخش الادراج رجعتها في مكانها عشان خاطر ايه ما سحمش الدنيا عليا وخلاص. تمام، المفرش بتاع السرير ده دخلته الدولاب. وهنا المشاية دي طبعا انا كنت لما المشاية بتاع الشقة كلها فلميتها دخلتها الأوضة التانية لحد ما اخلص الأوضة دي وافرشها. تمام، زي ما انتم ما شايفين. هنا بقى كده هكنس المشاية كده في السريع عشان ألمها، لو فيها مثلا فتلة ولا فيها أي حاجة هتتلم معايا بالمقشة. تمام، ألمها يعني على نظيف. تمام بقى كده. ممكن تشفطيها بالمكنسة، بس أنا ما كانش عندي وقت بصراحة ان انا اطلع المكنسة واشفط، عشان اصلا في اليوم ده كنت مشغلة الغسالة، كان عندي غسيل كتير فكنت مشغلة الغسالة. بس هنا بقى كده كنستها انا بقى كملتها كده مع نفسي. فزي ما قلت لكم كان عندي غسيل كتير وكان عندي كده شوية حاجات تانية بعملها، فما كنتش فاضية يعني ان انا اجيب المكنسة واظبط الدنيا. تمام كده. انا فاضية بقى كده تنفيضة حلوة في الارض، وهبدأ بقى كده ان انا اركنها على جنب، وهجيب المقش اكنس الارض. هلم الاول كده المشاية دي. تمام، زي ما انتم مش شايفين حتى لو لاحظتوا الغسيل رايق والطرقة دي مكركبة كده. تمام، هبدأ بقى ان انا اكنس الارض، اكنسها بقى كده على طول وهديها مسحة كده زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى روقت الطرقة وخلصت غسيل ونشرت كمان. تمام، بس كده هبدأ بقى ان انا اجيب المقشة والجاروف الم الكمام عزكم الله. بس حتى لو لاحظت ان انا اصلا بعمل بسرعة. هنا بقى كده اجيب شنطة احطها في الباسكت. غيرت الشنطة بتاعت الباسكت. الشنطة طبعا جت صغيرة، رحت سايباها في قلبي. بس انا غيرتها بعد ما خلصت، غيرتها بشنطة يعني كبيرة شوية. وهنا بقى كده جبت الشرشوبة فيها شوية دوني، وبدأت بقى ان انا ألمع الارض نضيفة. بس يعني بقى اما كان اي حاجة بقى تدي ريحة وتدي تعطيرة وكده. تمام بقى كده بدأت ان انا ألمع كده الارض من اولها لاخرها، وعملت ورا الباب. تمام، مسحت يعني ورا الباب ومسحت الطرقة اللي هي تحت السرير عشان ايه تدي تعطيرة بقى كده وتدي ريحة حلوة للمكان. وجبت كمان معايا بالمرة الطرقة. تمام،
بس كده زي ما انتم شايفين بقى، سبت الارض هنا كده تنشف. بعد ما نشفت تمام بقى كده، الارض كانت نشفت وبدأت ان انا افرش المشاية بتاعتي. تمام زي ما انتم شايفين كده. وهجيب برضو الدواسة، هفرشها ما بين السرير والدولاب. تمام هنزل كده الاول الكرسي بتاع التسريحة وافرش عليه المفرش. تمام هو ده اصلا مش مفرش، هو ده اصلا شال بيتحط كده على الكتف، فانا باخده معايا وانا خارجه يعني وكده. فانا طبعا بكسل ان انا ادخله الدولاب او اعلقه على الشماعه، عشان انا مبحبش حاجه متعلقه على الشماعه، فبروح فرشاه كده على الكرسي. تمام هنا كده كان في حاجات عايز تدخل الدولاب برضو، دخلتها. وجبت بقى البطانيه، كنت نشرها يعني في البلكونه تتشمس وكده. فجبتها بقى كده بس. بدأت بقى ان انا افرشها كده على السرير. تمام بس انا كده بقى كده خلصت بقى الاوضه وخلصت غسيل، وعملت برضو التواليت وعملت الطرقه والريسبشن كنت عاملاه معاكم امبارح. طبعا الفيديوهات اللي بتنزل دي بتنزل يوم بيومها. مفيش حاجه متخزنه يعني معايا وكده. تمام زي ما انتم شايفين. والاوضه بتاعتي برضو ما فيهاش اي حاجه، عشان اصلا ما فيش حد بينام فيها ولا حد بيدخلها مثلا غير لو هنجيب حاجه او عايزين حاجه بس. تمام كده انا بقى كده كده خلصت. هنا بقى اوريكم اللمبه دي نورتها كده، اوريكم النور بتاعها. ولحت هنا بقى الشمع الالكتروني ده. ان شاء الله بقى لما انزل منه كده في العتبة اجيب منه تاني، عشان رمضان بقى. كل سنه وانتم طيبين، يا رب يعود عليكم الايام بخير. كده بقى انا هنا كده كنت طافيه النور. هو والله الجو يعني النور كان احلى من الكاميرا، مش عارفه هو جاي في الكاميرا ليه مش واضح. تمام هنا بقى كده الفيديو خلص معايا. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش طبعا لو الفيديو عجبكم الاشتراك في القناه، وكمان تعملوا لايك وتكتبوا الكومنت. مع السلامه.